المكان ده حرفيا من الممنوعات، بس نينجا. يعني مكان مبهر، هتدخل مش عارف انت تخرج ولا تفضل قاعد، يعني محتار. في حاجة مش عاجباك وفي نفس الوقت المكان عاجبك جدا، في حاجة حلوة بس في حاجات غريبة بتحصل، هكلمكم عنها اكتر دلوقتي. بس اهم حاجة لو لسه ما حطيتيش اللايك، حط اللايك واشتركوا في القناة وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك مني كل جديد. واسفة جدا يا جماعة لو شفتوا حاجة كده او كده، انا مش عارفة والله، المكان كله ملغم بالاجانب فاعذروني. يعني انا لو حاولت اشوش على حاجة فهلغي الفيديو خالص. المهم ان انا جيت المكان ده، سمعت عنه وفي ناس كتير بتشكر فيه وبيتكلموا عنه الفترة اللي فاتت وكان طالع ترند. فانا قلت لا، بما ان احنا في شرم يلا بقى بينا نروح على الفرشة. دخلنا هنا الفرشة يا جماعة، البوابة دي غير البوابة التانية اللي قصادنا. اولا عايزة اقول لكم ما ينفعش المكان ده يدخل فيه ومعاك اطفال. يعني الباب اللي انا دخلت منه اللي هو المكان ده اللي عامل زي كافيه، ده اللي مسموح بيه، بس ده للعائلات. اما بقى علشان تنزلي وتروحي بقى ناحية البحر ويعني في اماكن تانية هو متجزأ كده، في فوق وتحت وحاجات كتيرة، هو على الهضبة عامة. بس بأمانة تحفة تحفة فنية، عامل زي أجواء علاء الدين كده، اسمها الفرشة. عارفين بقى وقت الغروب بجد بيبقى في ناس منتظرة ان هم ينوروا الانوار كلها وقت الغروب، الدنيا بتبقى ليل فبينوروا كده، منظر بيبقى تحفة. وللاسف انا ما لحقتوش لان انا الصراحة ما كنتش مرتبة ان النهاردة هروح الفرشة، انا كنت مرتبة ان انا ان شاء الله هروحها بس ما كانش النهاردة. المهم ان احنا جينا وزي ما انتم شايفين حالنا دلوقتي، بحاول اخليه يلقط لي اي حاجة، فيديو، صورة، اي حاجة لله. الصور على الموبايل. لا مش ممكن عشان ما نزعلش من بعض. احنا دلوقتي يا جماعه في فرشه وما ادراك ما فرشه، روح هننام خلاص. يلا نزلت اخبي حبك، حبك في قلبي حبك، نزلت اخبي. ميه ب 60 جنيه من الفرشه، يا ريتها ازازه كبيره، ازازه صغيره عشان الهانم ملكه، بس احنا كده كده قاعدين. ماما ده ميك اب. وهذا بقى بنقول لكم الصور المنظر بتاعتي. وانا حاسه عايزه ادوق الميه ب 60 جنيه. بص لي يا ابراهيم، ابراهيم ايه رايك في الفرشه؟ لا جميلة، ايه رايك في المكان؟ جميلة. طب مالك؟ الفرشة جهنم اه وبئس اه المصير. اه 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 ارتحت؟ خدت اللقطه؟ لا اله الا الله. افتح المنيو، ايه مالك اتصدمت ولا ايه؟ افتح المنيو اشجيني، وريني كده المنيو بتاعهم بيقول ايه بقى؟ مش عارفين، انا مش شايفه حاجه في الكاميرا. مش شايف حاجة. أحمد أحمد أدم أدم يا جماعه المكان ده في فرشه ما ينفعش ان انت تنزلي باطفال، فانا استاذنت ابراهيم ان هو يقعد مع ايده مليكه وانا انزل اخد كام لقطه كده. بصراحه الجو تحت انا هو المنظر خيال، ايه اللي بيحصل تحت انا مش عارفه. فانا بقى ايه دخلت، والمشكله ان لو مجموعه ما يدخلوش، لكن لو فرد واحد يدخل عادي. فانا عملت تقريبا كده مشكله على الباب. المهم فانا هنزل دلوقتي، خدكم معايا نشوف. هنا بقى جه وقت اقول لكم ايه اللي بيحصل في الفرشه. بصوا الفرشه مكان جميل جدا، مريح جدا، في زي ما انتم شايفين الاجواء تحفه، في اماكن كتير للتصوير تحفه بجد، بتبقى مش عارفه تروحي فين ولا تقعدي فين من كتر ما انت شايفه حاجات جميله جميله. يعني كله على بعضه كده ما يتشبعش منه. المهم اسوأ حاجه فيه ان فيها خمور، في مكان كده للخمور،
للاجانب طبعا، وممكن مصريين يدخلوا عادي، بس عامه هو ممنوع للعائلات، يعني عشان تحت بيبقى فيه حاجات ما ينفعش ان احنا نقعد في وسطها اصلا. عايزه اقول لكم ان انا نزلت لوحدي، بس في مكان اتمنعت ان انا ادخله. انا كنت في انا هبله، عارفه القطه المغمضه اللي ماشيه عايزه تتفرج وتتصور وكده وتصور المكان. انا بقى داخله فلقيت حد بيقول لي لا ممنوع والله ان انت تدخلي. فهمت بقى وشفت بعيني فقلت خلاص تمام. بس هو مكان عادي، كافيه عادي، في مكان للعائلات، بس مش كل الاماكن تقدري تدخلي فيها، ده اللي انا اقصده. وفي اجانب كتيره قوي قوي قوي، وطبعا بتشوفي يعني ناس واخده راحتها بزياده، فاهمين. ففعلا في مكان ما ينفعش الاطفال تدخل فيه، بيشوفوا حاجات اكبر من سنهم ما ينفعش. فانا دخلت بقى واتفرجت وخدتكم جوله معايا كده زي ما انتم شايفين. المكان يعني فوق الخيال، في حاجات انتيكات كده في كل جزء، لو دققت في التفاصيل هتلاقي في حاجات تحف يعني. معمول كده مش عارفة ازاي، مش عارفة بجد هم عملوا الديكور ده ازاي. يا لهوي بجد، يعني ما شاء الله مكان مبهج وحلو يعني. تحفة، تحفة فنية حقيقي. والسلم بتاعه ده تحس ان انت ماشية على حاجة، يعني حاجة قديمة كده، حاجة بتاعت زمان، تحس ان انت فعلا في اجواء علاء الدين. هنا بقى في ممر عامل زي مش عارفة اقول لكم ايه، زي التراس كده، يعني بيطل على البحر بقى. تحت بقى يا جماعة في ناس، النازلة اللي هي تحت دي انا معرفتش ان انا انزلها الصراحة، وزي ما يكون المفروض يتقطع لها تيكت، فمش عارفة. المهم ان انا صورت لكم من فوق بقى المراكب، في قاعدة تحت زي ما بعرفكم، وفي اماكن كتير. يعني بص انت طول ما انت ماشيه في اماكن كده، بس المشكله ان في ناس بتبقى واقفه بيمنعوا بقى، يعني في اماكن ممنوع تدخليها وفي اماكن تمام ادخليها. ده اللي انا شفته، ده اللي انا عرفته، معرفش اكتر من كده والله. بس هو مكان لطيف حلو، وفي اماكن للتصوير حلوه زي ما عرفتكم، زي ما شايفين كده ما شاء الله. طبعا انا استعنت بكام بنت كده ربنا يكرمهم يا رب، هم اللي صوروني. ويعني صورت اجانب كمان، في ناس كانت بتقولي ممكن تصورينا، صورتهم. وفي ناس كان عندها ذوق بتصور. عايزه اقول لكم ان انا بقى ايه، لقيت اتراك، ناس من ايه، من ايطاليا، ناس من كل البلاد، كوريا. انا حاسه ان كل الناس كانت هنا متجمعه، معرفش شفت كل الناس يعني، معرفش ازاي كل البلاد بانواعها. يعني حاسه ان انا شفت حاجات كتير قوي اول مره اشوفها مره واحده. وانتوا متخيلين، حاسه انا اتصدمت اصلا. بس يعني حلو المكان حلو، بس انا صراحه كنت اتمنى ان انا ادخل انا وولادي وجوزي، فاحس بالاجواء اكتر، ابقى سعيده اكتر طبعا. فهي دي الحاجه بس اللي زعلتني فيه، بس عادي ادينا خدنا اللقطه، فاهمين. عشت اللحظه وبعدين طلعت، ابراهيم قال لي هنزل. هنا بقى انا كنت طلعت، والمفروض ان ابراهيم نزل، فنزل وطلع بسرعه. صراحه ما اتاخرش، انا اللي كنت اتاخرت عشان كنت باخد بقى صور، وكنت بصور بنات واتصورت وكده. اياد ابني ما تحملش ونام. احنا صراحه سهرنا في المكان ده. احنا اساسا كنا رايحين الفرشه متاخر، تقريبا كانت الساعه 10:30 11، فقعدنا بقى ساعتين. فكانت الوقت الساعه 1:30 2، يعني في التوقيت ده. وقعدنا بقى بره، لقينا القعده دي عجبتهم فقعدوا. خدت لهم لقطه كمان، قعدت اصورهم. اياد ابني قاعد طول ما هو قاعد عايز ينام. حتى انا معرفتش اصوره صوره على بعضها، يعني مليكه اللي صورتها وخدت الفرصه بتاعتي معاها، لكن اياد معرفتش ان انا اصوره خالص. فهنقعد دلوقتي لحد ما يجي تاكسي. احنا المفروض اتفقنا مع التاكسي اللي جابنا كان خد 150. اللي مروحنا بقى تخيلوا خد مننا كام؟ خد 100 جنيه من هنا لحد الفندق اللي احنا قاعدين فيه، وهو في نفس المكان الهضبة برضو، كله على الهضبة. بس المشوار هناك فعلا بأقل حاجة 80 100 150. لو بعيد بقى لا، ممكن الموضوع يوسع شوية. بس يعني الأجواء بتبقى حلوة بأمانة، وانت ممكن توفر من أي اتجاه. يعني اللي عايز يعمل حاجة صدقوني بيعملها حتى لو بإيه. المهم ان انت جربت وعرفت ان انت توصل للمكان اللي انت حابب ان انت توصل له، واستمتعت كمان بيه. المهم
انا كده خلصت الفيديو. حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس على الكل، وانتظروا الفيديوهات الجايه باذن الله. السلام عليكم.